السلام عليكم، معاكم شيماء من قناة حكايات فرفوشة. وبتبدأ أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل مكانك في القلب لأبهي وبراجيا. وبتبدأ الحلقة بعد ما بتكون نهاية المسلسل سعيدة، للأسف بتبتدي تتغير، وبيبتدي أبهي وبراجيا يظهر لهم عصابة، وبيظهر ليهم رجل مقنع بيطاردهم، هيجري وراهم في الجبل، وهتبتدي براجيا وأبهي يتجهوا نحو الجبل، وهيضرب عليهم رصاص، وبراجيا هتجري هتقف قدام أبهي عشان تمنع عنه الرصاصة، لكن الرصاصة هتيجي في أبهي. ولما الرصاصة تيجي فيه، براجيا هتتصدم وهتمسكه عشان ما يقعش من فوق الجبل، لكن للأسف هيفقد توازنه وهيقع من فوق الجبل. هتجري براجيا وهتصرخ وهتنزل تحت عشان تنقذه، وهتجيبه فعلا، وهتجر أبهي كده على عربية وهتاخده على المستشفى جري. هيروح المستشفى، هيحاولوا معاه كتير لكن مش هيقدروا ينقذوه، وهتتجمع العيلة كلها في المستشفى وهيكونوا منتظرين، لكن للأسف أبهي هيموت. براجيا هتتصدم ومش هتصدق الخبر إن هو خلاص مات. أول ما تخش عليه هتبتدي تفقد الوعي وهتقع في الأرض وهتتصدم. هتقول أنا مش مصدقة خلاص إن أبهي مات، أنت إزاي هتفارقني وهتسيبني؟ وهي فاقدة الوعي هيظهر لها روح أبهي زي شبح كده، وهيقول لها دي روحي، أنا مت لكن أنا معاكي، مش هسيبك، لازم تعيشي ولازم تبقي كويسة عشان ولادنا، عشان تربي ولادنا، وأنا هفضل معاكي على طول، وروحي هتفضل معاكي وحواليكي في كل مكان. وللأسف دي النهاية، وهتخلص الحلقة على كده.